السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الأحبة. اليوم بدي أتحدث عن الإعلام، عن الصحافة. بعض الناس يرون الصحافة أو الإعلام مهنة هينة، مجرد كاميرا ويقول مشاهدينا الأحبة، متابعينا الأحبة، ويتكلم عن مسؤول، عن دائرة، صار إعلام. ما هكذا تورد الإبل. الإعلام قيل في حقه سابقا مهنة المتاعب، مهنة المصاعب. طبعا مهنة المتاعب مو مهنة التعب، يعني هي كل المهن بها تعب، بها جهد، بها نصب. مهنة المتاعب معناها صعب جدا استلال المعلومة من الذين يحتكرونها، احتكاك مباشر بين الجمهور وبين المؤسسات، احتكاك مباشر بين المسؤول وبين المواطن. مو بالهين يقدر الإعلامي يؤدي عمله. هي بيها تعب صح، لكن متاعب أيضا، بيها خطورة، بيها أحيانا الإعلامي يضحي بحياته من أجل معلومة. لذلك راح أبسط عمل الإعلام، وخلينا نشوف أنا وياكم هذه الصورة، صورة مشروبات أو عصائر، ونسأل هذا السؤال: ما هي علاقة العصائر أو هاي المشروبات بالإعلام؟ ربما يحتاج هذه العصائر، تحتاج إعلان أو ترويج عنها في نهاية المطاف لوصولها للمتذوق أو وصولها للزبون. نعم، هي بحاجة لهذا، لكن مو هذا اللي أريد قصده أنا، مو هذا أقصد علاقته بالإعلام. العلاقة هي مراحل تصنيع العصائر تشبه مراحل تصنيع الأخبار. شلون؟ العصائر هي عبارة عن فاكهة، لكل فاكهة شجرة معينة، مزارع خاصة، تقتطف الثمار بواسطة يد عاملة، يتم تسويقها إلى أسواق محلية، يتم جمعها بعدين تصديرها وتسويقها إلى المصانع. مرحلة التصنيع أيضا تدخل من غسل الفواكه وعصرها وتنقيتها، إضافة المواد إلها، بعدين تدخل إلى مرحلة التعبئة، سواء كانت تعبئة معدنية أو تعبئة زجاجية، بعدين تعبئة كرتونية. كل هاي المراحل تحتاج إلى بعض المصانع والشركات تتعاون حتى تنتج عصائر. مع ذلك كل هذه الدوائر، كل هذه المراحل، توجد مرحلة خاصة ومهمة جدا، اللي هي مرحلة تسمى بالكواليتي كنترول، دائرة اسمها كواليتي كنترول، اللي هي تقريبا فحص الجودة، من أجل أن لا يصل المنتوج للمواطن ويكون هذا المنتوج بطعم غير الطعم المطلوب أو تالف. هنا أكو فحص. مراحل الأخبار تشبه بالضبط مراحل تصنيع العصير، اللي هي أحداث، تنجمع أخبار بواسطة المراسلين مثلا أو وكلاء أو مندوبي الأخبار. هاي الأخبار تتوزع حسب طرافتها، شهرتها، بعدها، قربها، أهميتها. هذه الأخبار بعدين تتحول إلى أقسام أخرى يتم تصنيفها من خبر، تقرير، تحقيق، قصة خبرية، فيلم وثائقي. بعدين تتوزع من وكالات الأنباء مثلا إلى الصحف، إلى الإذاعة، إلى التلفاز، كل حسب عمله، حسب قصر الخبر، حسب طول الخبر. كل هذه حتى تصل إلى المتلقي مجموعة أخبار سياسية، رياضية، فنية. أكو دائرة أيضا تشبه دائرة اللي الكواليتي كنترول بالتصنيع العصائر. هي دائرة اسمها فحص الأخبار، وهي اسمها
بالمناهج العلمية للإعلام حراس البوابة، تنقية الأخبار من حيث اللغة، من حيث جودة الخبر، من حيث تصنيفه سواء كان عاجل أو غير عاجل. كل هذه على الإعلام أن يكون ملم بيها. مو أي إنسان يجي يخلي كاميرا صار إعلامي. إذا ما عنده إلمام بالمعلومات، إلمام بالبيانات، إلمام بالحدث اللي يقوم به. الإعلامي هو يصطنع الخبر من الحدث اللي يشوفه، ماكو داعي يحضر أو يقرأ. باللحظة أن يكون مرتجل، عنده ارتجال للمعلومة وعنده داتا، يجمع داتا بيانات عن هذا الحدث اللي صار. فيا اخوان، الاعلام مو مهنة سهلة حسب ما يراها البعض. وانا اوجه رسالة للذين يحاولون العمل بالاعلام. مو عيب تعمل بالاعلام، مو عيب. كليات الاعلام موجودة، اكاديميات موجودة رصينة، تقدر تاخذ شهادة الاعلام من اي كلية، من اي معهد. عاملين بالاعلام وما عندكم وقت، اكو دورات خاصة بمؤسسات رصينة تزود الاعلامي او العامل بمجال الاعلام مهارات خاصة ضمن تخصصه، سواء كان مونتير، مصور، مقدم. مو اي انسان يجي يكتب على نفسه او يكتب على اسمه او على صفحته الشخصية اعلامي. اللي يكتب هذه المفردة وهو غير ملم بعمل الإعلام، عليه أن يحضر نفسه للانتقاد اللاذع من المؤسسات الإعلامية ومن أساتذة الإعلام في الأكاديميات والمعاهد. شكرا لكم.